بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. خۆشەویستان و ڕێزان، سەلامی خۆی گەورەتان لێبێت. گەیشتینە دەرسی سێم لە کتێبی الأصول من علم الأصول وبابەتی الكلام. الكلام سەرەتا تعریف و پێناسەیەکە، دوایە جۆرەکانی باسەکە، ئەوجا أقسامكاني يك بيك ديت السري. الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى. كلام لرويز مانواني أو شيء كوادان دراوة، يعني أو لفظية كالزمان دردسي، بلام كدان دراوة لبو معناك. دان دراوة لبو معناه ويتو كلام بزانيني دانانكي دزانيتو كأو تسمعناك دبخشي. کەسێک ئەگە زمانی عەرەبی نازانی کتاب بە چ دەگوترێت، هەتا نەزانی وشەی کتاب، لەفظی کتاب لە بۆ ئەو نووسراوە دانرایە بۆ نمونە. اصطلاحا اللفظ المفيد، لە ڕووی اصطلاحەوە ئەو لەفظ ئەو وشەیەکە لە زمانە دەردەسی بەڵام مفیدە، یعنی فائیدەی هەیە. مثل الله ربنا ومحمد نبينا. ئێستا ئەو جملەیەکی تەواوە مفیدە، بەڵام ئەگەر تو برێ الله مفیدە لە ڕووی ئەوەی ئەو تو ناوی خوا دەینی، بەڵام مفید نیە لە ڕووی ئاخر الله چی، یعنی داوا لە خوا دەکەی، مەثەڵەن پەنا دەبێ بەرخوا، دەرێ خوا خوای ئێمەیە، خوا واحید و تاکە، هەتا خەبەرەکەی نەرێی کەلامەکە تۆ چاوەڕێ دەکەی، یعنی کەسێک چاوەڕێ دەکا کە گوێی لە تووە هەتا قسەکەت تەواو دەکەی. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. كمترين كلام كبرين، كمترين وشا ككلامي اللي بيك بيت أو اللي دو اسم بيك بيت، مبتدأ وخبر، كنت قلت من الله ربنا، يعني فعل اسمك، وكل استاذ مثالي كم دري محمد رسول، أو دو اسمه كلامي شي مفيد وتاوى. ومثال الثاني استقام محمد، استقام فعل، محمد فاعل، قابل فعل لاسم بيك هاتوا. بەڵام هیچ کەلامێک مانیە لە دوو حرف پێک هات، یان لە حرف و لە فعل، یان لە حرف و لە ئیسم، پێی ناگوترێت کەلامێکی مفید. وواحد الكلام كلمة. كلام بە قسە ئەگوترێت کە لە چەند کەلیمەیەک پێک هات بی، کەوابی تاکەکەی کەلیمەیە. کەلیمە چییە؟ اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. ئەو لەفظەیە کە بە زمان دەیرێن مەوضوعە، دانراوە لە بۆ معنایەکی تاک، بۆ مفرەدە لە کەلام جودا دەبتەوە، ككلام لو بمعنى داندرا كمفيد بي، بلام كلمة معناه كي تاكا مفردة، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. سيم كلمة معناه سيد زوري كلمة معناه، يعني أقسام الكلمة بيضلن اسم فعل حرف. لزماني عربي نيت مان غيري وانا، يعني اسم، يعني فعل، يعني حرفة، بابين يكب يناسي يمكن. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. اسم أويا خۆی وشەکە معنایەکە دەبەخشی بە خودی خۆی، پێویستت بە هیچ شتێکیتکە نییە لۆی ڕۆنی بکاتەوە، بەڵام بەبێ ئەوەی هەستکردن و ئاماژەی تێدابی بە زەمن و بەکات. بۆ نمونە دەرێ ڕۆیشتن، بەڵام چ کاتێک ڕۆیشتن، وشەی ڕۆیشتن هیچ کاتی لەگەڵ نییە، لە ڕابردووە لە ئێستا لەدا هاتووە، بەڵام معنایەکەی دەبەخشی هەر وشەکە. الذهاب، المجيء مثلا. وهو ثلاثة أنواع. اسم سێ زۆری هەیە. الأول ما يفيد العموم، هيتمان كعموم دبخش، يعني معناه عموم ده كالأسماء الموصولة، وكو اسم موصولة كان الذي، التي، أوانا اسماء موصولة نبو عموما. كاتك دري الذي يعني أوي، همو كسيك دقري توا، همو مذكرك، التي همو مؤنثك دقري توا، كابي عموما. الثاني ما يفيد الإطلاق، هي فائدة إطلاق ده، إطلاق يعني رهاي ببي قيد، كالنكرة في سياق الإثبات. تندري جاء أحد يزورني، أو أحد شيء نازانين، بلام لا إثبات يعني بلا لا نفي نية. سنك نكرة لجملة منفية أجا نفي كرابي أو لبو عموما، بلام أجا لإثبات بيت يعني جملة أداة نفي لا وما وأنيت ذا نبي أو لبو مطلقي إطلاقا. الثالث ما يفيد الخصوص. هندك اسم من هي يعني بس معناه شيء خاص ده تايبت، كالأعلام، وكو نا وكان. أعلام جمع علم، علم يعني نا وكان، وكو محمد، زيد، أحمد، علي.
والفعل كوابه اسم مانزاني وزور كان اسمش مانزاني فعل سيا ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة وكو اسم معناه كي بخوي دبخشي بيستي بهيت شتيج كنية دليليتك معناه بزانين بس وشك خوي معناه كده بخشي بلام هيئة الشوازي خوي يشك لزمان كان شت بيضلي زمني فعلو معناك حدثك روداوك وهو إما ماض أو زمنيك لي ورد جيلي وفهم لي ذكريان رابردوا كفهما أو الشوازو هيئة فهما لوزن كان فعلا فهما يعني تيجيش لرابردو يكسر رابردو كشي لقلضها ببيعوا يبري فهما أمسيان في اليوم السابق أو مضارع يعني فعل ما هي زوري دون مضارعة كيفهموا يفهموا أو يا أي لبيشا أو بخوي معناي فهم دبخشي لإستا ولداهاتو في الحال والمستقبل أو أمر يعنيش معناي أمري تدا فرمان كردن بإيشكا كإفهم يعني تيبقى والفعل بإقسام يفيد الإطلاق فلا عموم له طبعا فعل بهمو بشكاني فعل ماضي بمضارع بأمر بمطلقة بلام عمومي نية يعني برين عام بي وقشجير بي سكو كسيك فهم معنونيها مخالق تيجيشت أو تيجيشت والحرف ما دل على معنى في غيره حرف كبشي سيما لبشكاني كلمة أو كدلالة دكا لسمعناك لغير خوي هلا فعل اسم جداد بتوا يعني السربخو معناك نادا حتى وشتش كي لقن دانني معناك الرنا بتوا ومنه الواو طبعا كومالك حروف معنى حروف جر حروف نصب حروف جزم حروف منزورة حروف عاطفة لزماني عربي بلام ليرت سند نمونك ديني توا بتي كلاوي يكمنيان الواو واو لبوتسية تأتي عاطفة وكو حرف عطف دي فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم فإذا كو معناه كي أويا هوردو اسمكاني عطفت كردون لسري يكتر حكميان يكسانا فجاء زيد ومحمد يعني زيد ومحمد هات كوابي أو ومحمد يعني بيك وهاتن وهردو كان حكمك يعني يكك وهردو كان هاتينا ولا تقتضي الترتيب واو معناه ترتيبينية كدري جاء زيد ومحمد معناه ونيا محمد لدواي زيد هاتيا أجر محمد بيشتري شهاد بدرست بري جاء زيد ومحمد سكو واو معناه ترتيبي تدانية كأوي دواي واو لدواي بيش واو هات بيت بلكو بس تنها معناه ويا هوردو چيان هاتون زا چيهانيان بيشتا چيهانيان دواتر أو معناه لخو نقرتوا ولا تنافي إلا بدليل بلان بيتسواني ترتيبش نيا دشكلي بترتيبي دكلي بترتيب نبي إلا ما قال الدليل هبيت كبزاين هو مرتبنية محمد لدواي زيد نهاتيا يعني زيد رنكتر هاتبي أو كاتي دليلك روني دكاتوا دو من الفاء حرف يش كمان هي فاء تأتي عاطفة بعاطفة دي وكو واو بلام زياوازيتيا فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم وكو واو أويش أو فائدة ومعناه هيك هوردو اسم كان عطفت كدية بفاء وردو تشيان همان حكم يعني هي جاء زيد فمحمد بلام مع الترتيب والتعقيب أو فرقيه هي لقر واو تعقيب تداين لدواي هاتي وترتيب اشتداء ك يكميان زيد وأوزا محمد وتأتي سببية فتفيد التعليل زاري وهي وكو السببية دي دبت السبب لبو هاتنكي يعني لبو فعلكي لبو تعليل دي أوكاتي استا اگر بزانين زيوازين يوان ترتيب وتعقيب تسي قلتي لبو ترتيب وتعقيب ترتيب اويا يتشان يكم زار هاتبي او يدي دوم زار هاتبيت بلام تعقيب اوي مباشرة او يدوم هاتي لدوائي يكم هاتي يعني هيت الزمان يتشان لبيني نبو دورو دريش تاخير نبوين ليكتر مثلا قبرين جاء زيد فعمر يعني زيد هات مباشرة لدوايوي دوامين كس هات عمر هات بلام عمر زور تاخير نبو لباش هاتني زيد يكسر عمريش هات أو تعقيبة سيمين اللام الجارة أدي حرف إيش كمان هي اللامة لبو جردت ولها معان أيش معنى الزور هي التعليل مثلا جئتك لإكرامك يعني لبينا ورزنان لتو وعلتي هات نكد باسكر يعني السبب كي والتمليك لبو التمليك هاتيا
مثلا دري الكتاب لزيد يعني ملك زيد لبو إباحش هاتيا يعني درستا أوشتا هبيت ينبيت. سالمين على الجرة، علاش ما هي أوش حرف جرة ولها معان أوش كمالك معناه هي منها الوجوب. ولله على الناس حج البيت، على الناس أو على لبو وجوبة يعني واجب لسر خلق كحزب كان كابي يكل معناه كاني وجوبة يشان استعلاء وكذا الكتاب على الكرسي مثلا أو كاتي لبو استعلاء للسربون برزبون. باشا استزاني من أقسام كلمة وكلام بين كلامكي تقسيم كين، يعني أقسام كلمة ما زاني بين كلامي تقسيم كين. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين. كلام لتصروي كتقسيم دكرين استا لروي أوي آية دكري أو كلام وصف بكري بوي كصدق يعني صادقة راستيان راسنية راستيان درويا دكري وصف بكري أجر ممكن بي أو وصفانا ور بقري بيدا قوتريت خبر، أجر ممكن نبي أو وصفانا ور بقري بيدا قوتريت إنشاء. لو يضل خبر وإنشاء. خبر سيا فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. خبر أويا ممكن وصف بكريت براستي يان بدروي لبرزاتي خبركي. فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب الإنشاء. كابي كاتك لتعريفك فرمي ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب إنشاء سودة داخل تعريفك نابي سنك إنشاء إمكانية وصف بكري برين لواني الراس بيان راس نبيت أو إمكانيتي تدانية وكو دعاء باسي لذلك لأنه لا يمكن فيه ذلك أو ممكن نابت، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال صدق أو كذب. سنك معنى إنشاء وكو أمر استفهام وبرسيار كردن أمانة يعني خبر دانك نية تابرين أو خبر راس ليانا بكسيك دري آياتو قتابي دريتو راس دكا ياندرو دكا نخير احتمالي وهل ناقريد وبرسيار اللي دكا خبريك نية بيد بدا. وخرج بقولنا لذاته زاغوتي كلامك احتمالي إمكاني أو يهبي وصف بكري براستي وبنا راستي أو لبزاتي خوي احتمالك يهبي ها هردو احتمالي هبي بلام زاري وهي كلام معنى خبره احتمالي كذب هرناكا مستحيلة بس لبزاتي خوينا لبروي خبرك لكسك صادر بوكو خواي جورو سبحانه وتعالى كاحتمالي كذب تدانيان بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو بيسوانوش لو أنا السببك هبيت خارجي وابكات أو خبر احتمالي الصدق تدان بيت وكشتيتش مستحيل باسكي كعقل إنسان هم يردي دكاتوا أوش نمني الاستدين تويستا كوابت لبروغتي. وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. استأجر بين خبر لروي أو خبري كدراوة أبيت السبش. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب حد ممكن يوصف بكري بدرو كخبر الله ورسوله الثابت عنه وكو أو خبري كالأخوي جورهات يعني أو إلى بيغمبر وهاتي ثابتشا يعني الصحيحة لبيغمبر وهاتي صلى الله عليه وسلم. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق عندك خبر هي أجشي وكشي خبر بي هوالدانك بيت أو ممكن نية وصف بكري بكذب عفوا بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. عندك شت هي لروي الشرعية ومستحيلة شرع بمستحيل يزاني كابي هالكسك خبر بدا بوشتي يما ضلين أو الشرع مستحيلة احتمال راستينية يان عقل هر عقل إنسان تقبلناك أوشتا راز بيت يكم وكسك كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كسك لدواي وفاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ديت لباش بيغمبر صلى الله عليه وسلم دري من بيغمبر إخوان روانا كرام الله إخوائي قوله. طبعا أجر بيش زماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم إمكانه سك بيغمبراتي كوتاينا هاتية بلام لدواي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلغمان هيكوا خاتم النبيين هيتس بيغمبرك لدواينايا كوابي شرعا مستحيلة قصكي راز بيت. دومين الخبر عن اجتماع النقيضين كسك قسيك بكا ككوبونوي كوكرنوي دوشتي بيت سواني يكترا كعقل تقبلي ويناك كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد شتيك لهمان كادا بتزوليو بوستيت لحمان كادا لو لحظة وثانية دا يكشتيش بري والله حركش دكا راش وستا ناكريت
أو مستحيلة چونکە دوشتی نەقیض و پێچەوانەیە یەکترن حرەکە شت یان لە حرەکەدا یان ڕاوەستانە ناکرێ هەردووچی بی لە یەک کات و لە یەک شت و لە یەک مەکاندا. الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء مع رجحان أحدهما. زۆری سێم لە خەبەر ئەوێ دەکرێ ممکنە وەصف بکرێ بە صدق بە کەذب ئەو زەیانی وەکو یەکسان نسبەتی صدق و کەذب یان یەکیان ڕاجحتر بی كإخبار الشخص عن قدوم غائب ونحوه. فكسك خبر دادري فلان كس لسفر بوا قرايتو قرايتو لواني قصكي راس بي لوانش راس نبيت اويان خبروا اقسام كاني خبروا دين السرزوري دوم لكلام باش دوم كبيدرن الانشاء. انشاء ما لا يمكن ان يوصف بالصدق والكذب. علماء تعريفي اذا كان كلامك وقصيك نكري وصف بكري بصدق وبكذب دەتوانین جیاوازیچکە بکەین لێرە باسی نەکردیا جیاوازیچکە لە نێوان خەبەر و ئینشا لێ ڕۆنتر بێت. خەبەر ئەوەیە ئەمە قسەکە بکەین نەکەین لە واقعدا هەیە یان نییە. بۆ نمونە ئەوانە ئێستا کۆمەڵێک کتابن لێرە هەن ئەمە برین و لێن ئەوانە کتاب برین هذه كتب ئەو قسەیمە خەبەرە لۆ چونکە نسبەتێک لە دەرەوە هەیە یان وجودی هەیە یان نییە. لە جێیەکی بیبرێ کتاب نەبی مثلا بەس کورسی لێ برێ هذه كتب ئەتوو خەبەرێک دەدەی دەربارەی شتێک کە لە دەرەوە هەیە بەڵام شتەکە وان نییە مطابق نییە ئەو کاتی خەبەرەکە دەبێتە کەذب. کەوابی خەبەر دائما ئەوەیە لە واقعدا یان بوونی هەیە یان نییە قسەکەی تو جێرانەوەی واقعەکەیە شتێکی نوێت نینایە. بەڵام ئینشا ئەوەیە نە شتەکە لە واقعدا نییە تو دروستی دەکەی لۆی پێدرێن ئینشا ئینشانی دامەزراندن. کەوابی کاتێک دەرێی جئنی بی مثلا كأس ماء دەڵێ پەرداغە ئاوێکم لۆ بینە ئەوە پێشتر وجودی نەبووە تۆ خەبەر بدەیت تۆ شتێکە وا دروستی دەکەی دای دەمەزرێنی ئەوە ئینشاء. وقد يكون زاد دفرمي ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يشكل إنشاء سيا أمر نهي كخواي قولا فرمي واعبدوا الله عبادتي خواي قولا بكن سبحانه وتعالى ولا تشركوا به شيئا هيتها وشلو بيامك. وقد يكون كلام خبرا إنشاء باعتبارين. حالات يومان هي كلام لروج تماشاء كي خبرا لروجتك إنشاء يعني هردو زوري تدا ديتزي كصيغ العقود اللفظية مثلا هم عقد كان كبلفظ دقوتري بعت قبلت اشتريت خوي معناه تبعت يعني فروشتم كأنه اشتكت فروشتي واتو خبر ددي كلمة بعت أجشتكت فروشتي بيستاتو باسي بكي دبيت خبر بەڵام ئەگەر شتێک ئێستا بفرۆشی برێ ئەو کتێبم دەفرۆشیە دەرێ بیعتوکە ئێوە ئینشاء چکە عەقدەکە واتو ئێستا دای دەمەزرێنێ پێشتر نەبووە. کەوابی بەعتیبارێک بجێڕانەوەی شتێک کە ڕوویدایە خەبەرە بەعتیبارێک کە ئێستا ئەگەر بیکەی هەمان کەلیمە دەبێتە ئینشاء. فإنها باعتبار دلالة على ما في نفس العاقد خبر ئەوەی لەناو دڵی کەسەکەدایە کە دەرێ بێعت و معنای ئەم لە دڵی خۆم ئەو فرۆشتیتە و و بە زمانیش تعبیر لێت دەمەوە دەبتە خەبەر وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء بەڵام بۆ اعتبارێک کە عەقدەکە لەسەردا دەمەزرێ ئەوە إنشاء. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. باشا ئەو بابەتەش گرینگە کە دەڵێت زاری وا هەیە کەلامێکمان هەیە شێوازەکەی خەبەرە ئەمر و نەهی و ئەوانە نییە خەبەرە بەڵام مەبەست پێ ئینشاء ئەمڕیان نەهیە بەس لە بە فائیدەیەک واکراوە ینی نەک سەر بخۆی وبالعكس بە پێچەوانەوە کەلامەکە سیغەکەی ئینشاء مثلا ئەمرە نەهیە بەڵام مەبەستەکە پێ خەبەرە نەک فەرمانکردن و قەدەغەکردن هەردووچی لە بۆ فائیدە. نمونەی یەکەم وەکو چییە؟ قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ئەو ئافرەتانی تەلاق دراون دەبێت چاوەڕێ بکەن هەتا 3 قوڕە 3 پاک بوونەوە یان 3 حەیض چاوەڕێ بکەن تا عیدەکەیان تەواو دەبی. باشە ئێستا ئەگەر تەماشا بکەین کەلامەکە خەبەرە یعنی ئەگەر دەقا و دەق معنایەکە لێک دێنێت چ دەبێت؟ یعنی ئەو ئافرەتانەی تەلاق دراون یەتەرەبەسنە یعنی چاوەڕێ دەکەن نەیفەرمە با چاوەڕێ بکەن فەرموویتی چاوەڕێ دەکەن 3 قوڕە. باشە فقول يتربصن بصورة الخبر صورتك صورة خبر چونکە فعلی مضارعة والمراد بها الأمر بەڵام بەستەکە پێ ئەمر يعني ليتربصن يعني با چاوەڕێ بکەن. باشە لەبەر چ فائیدەی چێ لۆ خوای گەورە سبحانه وتعالى بخبر هینایەتەوە یەکسەر بە ئینشاء نەینایەتەوە مەبەستیشی پێ ئینشاء تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع
يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور أو أن دا أمرك مؤكدة دبيت زي بتزي بكن كأنه اشتكر رويدا وروددا بتأكيد حالا هاتو تزي وكو صفتك لصفات مأمورة يعني وكسي أمري بكرا بويت صفتك لصفاتك يعني نقبة ما بيبيكا كأنه كرديتي أو أن دقرينغا أشتا بكريت كابي أو فائدة كيتي نموني عكسكي أو زري إنشاء ما بستي بيه خبر بي خواهي قورا فرمت وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولنحمل خطاياكم ولنحمل أو لا ملامي أمرا باشا كافر كان ديان قوتي إيمان داران بدوا ريقاي مبكون و بائما يعني أمر بخوي عندك لامي أمرا بائما قناح كان ينقوهر بقرين فقوله ولنحمل بصورة الأمر هل سند الصورة كي أمر إن شاء والمراد به الخبر بلا ما بستك بيه خبر أي ونحن نحمل يعني إيما هل دقرين نقبا هل بقرين هل دقرين وفائدة ذلك باشا للا فائدة كيتسير لو باشا بخبرنا نهاتي تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به كأنه اشتك خبر بيددري أي موادكين بشوازي وكأنه واجب للسرمان وأمر بخومان دكين دبي زي بكين كابي أوش لبو تأكيد أو تنزيل خبر دابزاني خبر لبلاي يعني إنشاء لبلاي خبر والله الحقيقة والمجاز كلام لروي شتكا دابش دبي لبو حقيقة ومجاز تنقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز كلام لروي بكارهنان مثلا تو شيك تيل زماني عربي كبكاري ديني لو معناه يخوي بكاري دينيانا لروي بكارهنان ودبيته حقيقة ودبيته مجاز حقيقتية فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس حقيقة أو لفظية كبكار هاتوا لو أو معناه كلوي داندراوا سلام الشيء أسد لزماني عربي بو حيواني شي درندية كديار أسد بشير دا قدرت فخرج بقولنا المستعمل المهمل كوابي كفرموي اللفظ المستعمل لفظ مهمل درسو لفظ مهمل أو لفظية كيس معناينية دا نندرا لو يس معناك مثلا كلمة سراو بنتك لباتي أسد بري مثلا صدأ يس معناش نبي لزماني عربي بيجي مهمل نبوي هركو ملك حرف بيكت هنا يس معناينية فلا يسمى حقيقة ولا مجاز ما دام بكارنها تبي لو معناك نحقيقته نمجازا وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز بس قلتي أو كلمة كبكار دي لو معناك لو يداندراوا أسد لبو شيرد بكار هنا أو لو مجاز بتستدري سكا مجاز بكار دي بلام لو معناي داندراونا وتنقسم الحقيقة ذا بيشي بيت السرباسي مجاز بشكاني حقيقة ما بيدري فرمي حقيقة دابش دبي لو سي قسم حقيقتي لغوي حقيقتي الشرعي حقيقتي عرفي طبعا أو تقسيما لغوي والشرعي وعرفي باعتبار ساوكيتي يعني قال أو كلمة للغة للاي علماء لغة لو معناه يقدان رابو حقيقتي لغوية للاي أهل الشرع لو معناه يقدان رابو لكنوان حقيقتي الشرعية للاي عرفي إذا عرفي عام بيان عرفي خاص عرفي خلق لو معناه بكار بيت حقيقتي عرفية لغوية سيكوابي فاللغوية هي اللفظ المستعمل في موضع له في اللغة أو لفظية أو شيء كبكارها تلو معناه لزمان لبو يدان دراوة طبعا أسد لبو الشير أو حقتك لغوية فخرج بقولنا في اللغة الحقة الشرعية والعرفية كفرمي للغة لو يدان درابي طبعا حقتي الشرعي وعرفي دردسي بونو من كلمة صلاة أقب معناه نيوش بكاري بيني أو حقيقتك الشرعية بلام حقتك لغوينية سو اللغة دا لبو دعاء دان دراوة نك لبو نيوش نموني دبرو نموني كي بوي ديني توا برمي الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء حقتي اللغوية كان لزماني عربي لو سدان دراوة لبو دعاء فتحمل عليه في كلام أهل اللغة أجا أهل اللغة باسي الصلاة ينكرت معناه ما بس دعاء والحقيقة الشرعية دومين الحقة الشرعية أوسيا اللفظ المستعمل في موضع له في الشرع أو لفظي بكارتنا لو معناه كالشرع لو بكار دينيت فخرج بقولنا في الشرع الحقة اللغوية والعرفية كابي عرفي ولغوي درسو ولكم بس ما في الشرعية
مثال ذلك الصلاة، همان كلمة الصلاة بينينوا، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. حقيقتي الشرعي صلاة سيا أو قسانة وفاتحة خويندون سبحان ربي العظيم وأذكاراني لنوجد هي أفعال كان كالسجدة وركوع ودانشتون واعتدال وأوانه كزاندراو كبتكبير دس بيدك الله أكبر بس سلام دانا وكوتايدي، لكن أهل الشرع كقوتيان صلاة ما بس بين ويجا نقدو عابتني. جيم زوري السيم الحقيقة العرفية، حقيقة عرفي اللفظ المستعمل في مواضع له في العرف أو لفظية بكارها تيلو معناه لو داندرا لعرف، فخرج بقولنا في العرف الحقة اللغوية والشرعية، كاي ما دام لتعريف كفرموي لعرف لو داندرا كاب اللغوي والشرعي درسو بنا قلت حقتي عرفي. نموني وكتسي كلمي الدابة، كلمي دابة حقيقتي عرفي، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان أو آجلي لسرد سوار بي ضروع كابي أوع دابة كتسي لزمان عربي دابة كل ما يدب على الأرض، هشتك لسا الزوي بروا لسا دو بي بروا زياتر كمتر بلكو جرينجا لسا بينا روا هر بيدرين دابة، بلام لعرف دا نخير دابة بإنسان ناقول تيبون منها هرسن دلو لغة دا بيدا قلت بلام لا لعرف دوانية عرفي خلشي ناو عربة كان دابة بس با سوار بل دا قلت، فتحمل عليه في كلام أهل العرف، كابي أهل عرف أقوتيان دابة مدرين ما بستي بي دابة غير إنسان أو بابتانا. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى 3 أقسام، طبعا فائدة سي أما كاتك حقيقة دابة شكل لو سي قسم، أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، هر معناك لتشندر هر وشيك لتشي بكار هات أما أو معناي بيددين كلو زيقاي بكار هاتي، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحق اللغوية. أجر كلمة صلاة مانديت للاي أهل لغة بكاريان هنا أهل اللغة لا والحق سلوي بكاردين كدعاء باش. وفي استعمال الشرح على الحقيقة الشرعية أجد ما للاي أهل الشرع الصلاة بمعنى النويجة كابي أهل الشرع الصلاة يا بكاريان مدرين ما بس يا نويجة نكدعاء ما قر قرينها بلا إبدات. وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية كاتك أهل عرف قصيك دكان ما بس في معناه كلا بين إخوان كعرفك راهات للسري أما دبي أو معناه لي بدينوا سنكو أهل عرفوا صدقا وكو موضوع دابيك باس ما كرت أو بنسبة حقيقة. دين السرزوري دوم المجاز هو اللفظ المستعمل في غير مواضع له مثل أسد للرجل الشجاع. مجاز سيا مجاز خو يعني تي بارندراو لمعناه حقيقي وراستي خو له معناه تشدي. مجاز أو لفظية كبكارها تولو غيري أو معناه كلو داندراوا بونمنا أسد لبو شرب داندراوا بلام أقل لبو رجل الشجاع بكاري بني بياوي آزا بيدقوتي مجاز. فخرج بقولنا المستعمل المهمل، مهمل نمجاز قلت من نا حقيقة فلا يسمى حقة ولا مجازا. وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة وتمان له غيري أو معناه لو داندرا وحقيقة سودر النابتة مجاز حقيقة له أو معناه بكارديت كلو داندرا. ولا يجوز حمل اللفظ على مجازي إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة. طبعا أجا كلمة هات للقرآن ده فرمودي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كوفا إيدي أوي كإما أقسامي أو بابتان دخوين لأصول الفقه كلمة هي للقرآن ده معناه حقيقي ومجازي هي باشا أما معناه حقيقة ليك بدنيا مجاز حتى بكري ده بحقتك ليك بدنيا أصل في الكلام الحقيقة قاعدة شيء بلاغية وأصولية أصل وهر كلمة لمعناه حقيقي بكاردت بلام أجر بلغهبو لو معناه مجازي ده بين أوقاتي لبردرهم ما يسمى في علم البيان بالقرينة أو كريجير لو معناه حقيقي ما بس بيدرين قرينة رايدة شيء لبوتسه لايدة دلبو معناه مجازي. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجاز وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه. باشا لو أوي دروز بيئة اللفظك معناه حقيقي لو معناه مجازي بكاري بني دبي بيوانديك هبي لنيوان معناه حقيقي ومجازي أو زدتواني لو معناه مجازي بكاري بني
أشا وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. لعلم بيان وبلاغة بيد وتي علاقة بابرين السد درست لبو رجل الشجاع بكاري بيني باشا لو سنك هردو چيان علاقة يعني كآزايتية بلام ناكري السد بكاري بيني لبو رجل كسول مثلا بياوشي طنبال بري والله رأيت أسدا كاتو كسي كديته تخوش شري حقت نقدر والله بس تنبي بياوشي طنبالو أي باشا بياوي طنبال سي علاقك لبيني بياوي طنبال والشير هي علاقة نية كاوي دبي علاقك بي لنيوان أو معنى مجازي لو بكاردين لغير معنى حقيقي. والعلاقة إما أن تكون المشابهة وزو علاقة زور زاد بيكتسونا وكو آزاياتي كي باس ما كر أو غيرها زاري واشياء علاقة مشابهة نية جزءك لمعنى حقيقي كي بونمنا مكان الشوينة لبو معنى حقيقي كي أو نابية مشابهة بيتسوان فإن كانت المشابهة سميت تجوز استعارة أجر أو علاقة لبيني معناه حقيقي ومعناه مجازي كهيا بيكتسون بيت مشابهه بيكتسون بي أو بيدرن استعارة لعلم بلاغة كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع وكبون هنا كلمة أسد لبو رجل الشجاع بكادين سكبيك دسن لروي آزايتي. وإن كانت غير المشابهة سميت تجوز مجازا مرسلا والله أجر علاقة تكهب مشابهة نبو زقل مشابهة هر علاقة تكهبيت بيدرن مجاز مرسل المجاز المرسل. إن كان التجوز في الكلمات طبعا أجد مجازك لكلمة بو يعني لمفردات بو أتو شيك بكارتنا لغير معنى يخوي وشيك مفرد بلام بيوند يكش مشابه بيكسونية أو مجازي مرسلة باش. ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد بلام أجر مجازيك بس لإسناد بو يعني وش كانت لمعنى خوي بكار هنا ولا معنى حق خوي لا ندابو بلام أود بال دايت اللي أو كأصلا أو إشي أو كسنية أو كاتبيدوتي مجاز لإسناد نمونج دينو لسر. مثال ذلك في المجاز المرسل بون من المجاز مرسل وكوتسه أن نقول رعينا المطره يعني حيوانات آجل كان من لوراند لسرتسه لسر باران باشا لوري حيوانات آجل جياو أو بابتانية نك باران خناتي باراني بخوا هذه معنى سيوا علاقة لبيني كوابي مطر لمعنى خوي بكار نهاتي لمعنى ايش مجازي بكار هاتي باشا علاقة لبيني مطر لبيني أو جياو قصر واشتانة سيا علاقة كأويا باران سبب لبوشين بوني أو جيا كوابي بيوندك السببية أو يان سبب أو يان نتيجة كيتي أو بيدوتي مجازي مرسل مشابهة نية بلكو السببية. فكلمة المطر مجاز عن العشب يعني جياو الشيناياتي وبابتانا فالتجوز في الكلمة كابي مجازيكا لتسبكارات يعني لتتصرف كلا دسكاري كلا معنايكي لمعنى حق كلمة كلا معنى حقيق خوي لا درا ولا معنى يشتكا بيدري مجازي مرسل. استام مجاز لإسناد نكل كلمة مفرد نموني وكتسية. مثال ذلك في المجاز العقلي أن نقول أنبت المطر العشبة ضلن شيني كرد بارانك أو جياو شيناياتي شين كرد عشان أنبت معنى شيني كرد معنى حقيقي خويتي عشبش بمعنى جيايا فعلا جيايا كشين دبي بلا مجازك لتسيا لو شين كردن وقش كردنا كمان بال دايت اللاي باران كتسي باران سببا أوي كشيني دكاو سوزي أكاو قشي بيدا خواي قوري سبحانه وتعالى باران تنها السببا كوابليرا مجازك لإسناد إسناد يعني بالداني إشكا بو فاعل خوينا بكري خوي بلكو بوشتيش كعلاقه كالسبب لبوي بلام خوي شينينا كباران بلكو خواي قوري شيني دكاو قشي بيدا أو بيدوتي مجازي عقليا المجاز في الإسناد. فالكلمات كلها يراد بها حقة معنى كابل لو مجازي عقلية همو كلميك معنى خوي ما بستا مطر مطر عشب عشبة وكو اي بيشترنية مطر ما بست ما بي عشب بيت. لكن إسناد الإنبات بلان بالدان الشين كرنو قشا كردن إلى المطر لولاي باران أو مجازة لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى أو إلا حقيقة داشيني أكاو قشي بيدا خواي قوريا سبحانه وتعالى. فالتجوز في الإسناد كابي مجاز دسكاري كنك لتشين درا لبالداني
فعل كيلو لا غيري معناه لا غيري فاعلي حقيقي خوي وبكري حقيقي خوي. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. زورك إلى مجاز مرسل بيدا قلت مجاز بالزيادة وشيك زياد كراوة طبعا لبو بابتي بلاغي زياد كراوة نقبرين هيت استفادة إيش نبي. والتجوز بالحذف يعني مجاز بحذف كلميك كأويش بهمان شيء والنقصانينية بلكو معناي كلامك بقوة به استردك. نموني مجاز بالزيادة هي قوله تعالى ليس كمثله شيء. كلمي مثل معناها وشيء كافش هرب معنى وشيوي يعني وكو مثل إخواني هيتشتك باشا أو كافة ضلين زيادة بس مجازة بمعنى نية وكو هاو الشيوي خواي قورش هيتشتك وكو إخواني والله مكو باس ما كر معنى ونية زيادة ك هيت فائدة يشني بالكو هو زياتر نفي كردني مثليته هاو الشيوي اللي بخوا بقوة تر نفي دكاو لا يددا. فقالوا إن الكاف زيادة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. دبروا علماء بلاغة فرميتيان أو كاف ليلة زيادة بلام لبوتسية زيادة زيادة معناه ويا أجا كلامي خوانا بيت أجا نجبي معناه جملة كتوا بلام ليلة كلامي خواي يقول سبحانه وتعالى طبعا استفادة شيء فائدة أويش تأكيد نفي المثل تأكيد كاتوا كمثل هرنية بقوة لو يبري ليس مثله شيء. ومثال المجاز بالحذف أدين مني مجاز بحذف سي قوله تعالى واسأل القرية برسيار لقند كبكة أي واسأل أهل القرية يعني برسيار لأهل قند بك والله أهلك حذف كلا بيت مجاز. طبعا أوش لبو واسأل القرية لبو مبالغية لبرسيار كذا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. طبعا مجاز زوري كهلا وتفاصيل الزور لعلم بيان بس كلمة بس في علم بلاغية وبيان بشك لبلاغة كتشبيه ومجاز هروا كناية دقريتو. وإنما ذكر طرف من الحقة والمجاز في أصول الفقه أو زليرا أو يبزانين لبرس أصول الفقه باسي بشك دكين لأنواع كلام وخبر وإنشاء مجاز حقيقة استفادة هليرا لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز. سنك دلالتي اللفظك يعني حقتي يعني مجازي هي يتو القرآن ده لفظك دبيني معناه حقيقي معناه مجازي شيء أجر نزاني كودتواني معناه وتفسيرك لبوبكي يعني حكم الشرعي لي وربقري لبلا فاحتاج إلى معرفة كل منهما وحكمه والله أعلم. لبلا بيسمع بو تعريف هي الشكل وانا بزانين وهروها حكمك شيء بزانين. لأن مصنف باسي تنبيه شكل يضلت تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره. دا بشكلني كلام لبو حقته مجاز طلع أول لكن علماء متأخرون دواين هاتوا ولا قرآن دا لغير قرآنش بس هندك أهل علم قوتيتيان مجاز لقرآن دا نية طيبتي لقرآن وهندك قوتيتيان لا لقرآن لا لغير قرآنش نية. قال آخرون رحمهم الله لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله دلي أبو إسحاق الإسفرايني وايقوتيا. ومن المتأخرين علامة الشيخ محمد أمين الشنقيطي أويش رحمة الله السبي وايقوتيا. وقد بين الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاث المفضلة. الشيخ ابن تيمية هروها طلبك ابن القيم رحمة الله عليه قوتيتيان كوا اصطلاح تشينوية داهندراوا لباش سي قرنكاني باشتيني خلشي هاتوا بيابوا وكوملك دليل بلغيان لسر هنايتوكا أو قول الرازبيت بلان طبعا إنكار ناكري كمجاز وحقيقتها معناه مجازيش يتسكو أسلوبك زياوازة بلان هندك علماء بيانغوتية مجاز هندك بيانغوتية أسلوبك لأساليب الزمان عربي لقال حقيقة زياوازة أجنايش لين مجاز. وطبعا اختلاف اصطلاحات الشمانية ما دام بس بزانين أو معناه كمجازية زياوازة لقروي حقيقة زاءت ناوي لابن مجاز يعني ناوي لين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.